انت عارف لو جينا نتكلم عن اغنى 5 شركات في افريقيا، ال5 شركات يا عزيزي المشاهد من جنوب افريقيا، السؤال اللي بيطرح نفسه هل الافارقه ما بيكتبوا القيمه السوقيه للشركات بتاعتهم، ولا ما في رقابه بتقيم الشركات بطريقه صحيحه؟ تعالوا نتكلم عن اغنى 5 شركات في افريقيا. الشركه الخامسه جولد فيد ليميتد، قيمتها السوقيه 19 مليار و850 مليون دولار، ومن الاسم معروفه شركه بتاعت تعدين وخاصه في مجال الذهب. والشركه الرابعه وممكن نقول البنك الرابع ستاندرد بنك جروب، بقيمة سوقية 20 مليار و590 مليون دولار، ومعروف يعني بنك حيكون شنو خدمات مالية. الشركة الثالثة كابيتن بانك اولدين، بقيمة سوقية أكثر من 20 مليار دولار، وبرضه القطاع خدمات مالية. الشركة الثانية فيرست رانك ليميتد، بقيمة سوقية أكثر من 22 مليار دولار، وبرضه بيهتم يا عزيزي المشاهد بالخدمات المالية. الشركة الأولى نوعا ما مختلفة تماما، لأنه بتهتم لنا بمجال الإعلام والتكنولوجيا، واللي هي ناس بيرس ليميتد، وكلهم وين في جنوب افريقيا. هل معقولة كل افريقيا جنوب افريقيا؟